السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سلام طارق، والنهاردة الدرس التاني من شرح الجلب. الدرس الأول كنا شرحنا ايه هو الجلب بشكل بسيط كده اهوت، وايه اللي بتحتاجه عشان تعمله، وايه اللي بيطلبك. وزي ما قلنا هو هيسهل لك المشروع جدا، وهيطول لك وقت، وهيقصر لك كتير من وقت المشروع. هنشوف طبعا، وهنبص نلاقي الموضوع بيقصر. طبعا الجلب بينزل على المشروع نفسه مش على الجهاز، يعني بتنزل ملفات الجلب وسط ملفات المشروع. فانا هنا عندي بروجكت اهو، ملفات جافا سكريبت اهي، بوستراب، كام حاجة تانية. عندنا هنا شوية صور، عندنا هنا، معلش أنا آسف، عندنا هنا الفونتات. ده الجليف ايكون لسه هنضيف عليه الفونت أصلا. طبعا المشروع دلوقتي مشروع حقيقي أنا شغال عليه دلوقتي أهو، حاجة أنا شغال عليه دلوقتي. هنبتدي نضيف له القلب، ونشوف القلب هيأثر كتير في المشروع ازاي. طبعا هو القلب بيفرق بجد بقى بجد، وبيفرق كتير جدا مع الناس اللي شغالة على الحاجات دي، الساس، الجيد، تايب سكريبت. يعني عندنا مشروع شغال بيه على الانجلر اهو. فملفاته تايب سكريبت. انا كان بيطلع عيني عشان اعرف اعمل الملفات دي بصراحه، وما كنتش بعرف اعملها بسهوله. كان بتقرفني بالذات في ويندوز، لان ويندوز عنده تعارض مع اللايت سيرفر اللي بيشبهها. دلوقتي هنشرح ازاي ننزلها. الشرح هيكون على الدوكس بتاعه نفسه اهو في جيت هاب. هنجيب طريقه التنزيل بتاعته من الموقع بتاعه عشان بس ما غلطش وكده. اول حاجه لو في ويندوز هنفتح السي ام دي، ماك او لينكس هنفتح التيرمينال. بعد كده بقى هنعمل زي ما نعمل كده السي دي على الملف اللي احنا عايزين نعمله. احنا هنخش المسار بتاعه التيرمينال. في ويندوز وفي ماك برضه في لينكس في امر السي دي، بس في ويندوز امر السي دي ليه تركيبه انا كده مش فاهمها لغايه دلوقتي، لسه بقى بحاول افهمها. فانا بستعمل امر اسمه بوشد. بالنسبه للينكس هنكتب كده بوشد سبيس، وهنقوم جايبين مسار اهو، هلاقيه نزل. هندوس له انتر. كويس كده، خلاص احنا كده ايه، كده جاهزين. اول حاجه بيقول لك لو عايز تنزله جلوبال على الجهاز عندك، ده لو عايز تنزله. انا عن نفسي مش هنزله. بعد كده تعمل اشنالايز على البروجكت بتاعك، وهنعمل برضه عادي. احنا دخلنا كاتبين ام بي ام. طبعا الناس اللي عندها الماك واللينكس هيضيفوا السودو قبل الامر. تكتب ام بي ام داش داش سيم داش ديف، بعد كده سبيس، بعد كده تكتب ده نفس الامر اللي مكتوب هنا. انت لو عايز تخش عليه كده، انا هحط تحت الفيديو طبعا. عايز تخش عليه تنقل على طول، انقله عادي، مش هيفرق. هو بس مجرد حفظ الامر عشان لو حبيت بعد كده تحطه بسرعه. هدوس انتر. يقف شويه. زي ما قلنا دخل على الام بي ام اللي هو النوت باك مانجر، لان احنا زي ما قلنا الجاد شغال بشكل كامل على النود. اي امر بتاعه بتحطه له لازم تخليه يخش الاول على النود باك مانجر عشان تعرف تحطه له. طبعا هو الجلب سهل بس صعب انك تتعامل معاه يعني. بس في كام امر كده، كام تركيبه الامر عايزين تحفظه يعني. هو شغال زي ما بيعرفوها البلجنز او الاضافات. هنا هو بيقول ايه، ام بي ام. انا نسيت شكلي كده، نسيت كلمة انستول. معلش نسيت كلمة انستول. هنضيف هنا انستول. انا نسيت كلمة انستول اهو. هنضيف كلمة انستول، هنضيف انتر. طبعا الغلطة اللي حصلت دي فوق عشان انا نسيت كلمة انستول. فهو بيقول ان هو شاف غلطة في الامر اهو، ان هو الفورم بتاعت الامر كان غلط. يعني احنا صححناه وبإذن الله اشتغل. طبعا من وجهة نظري ان الغلطات كويسة جدا، لانها بتيجي بعد كده بتخليني متمكن اكتر من المشروع. طبعا اهو فيتش ميتا بيحمل دلوقتي ملفاته. هينزلك ملفات هنا تستر عن البروجكت. مش هيعدلها حاجة، يعني هو مش هيعدلها حاجة في البروجكت. لا، هو مش هيعدل حاجة في ملفات البروجكت، هو هيحمل الملفات بتاعته على البروجكت، الملفات بتاعت الجلب عشان يعرف يشتغل. طبعا لو حد سألني قال لي انا ما فهمتش الجلب بيعمل ايه، برضه اقول لك الجلب بتقدر لما تخليه يعمل. طبعا سيبنا منها ما بتعملش مشاكل، كل هو من جه ملهاش لازمة عادي. عايز تاخد بيها وتحاول تطلعها لحد والله، مش عايز عادي. عن نفسي لقيت حلها من ما حلهاش ما بتفرقش. دلوقتي القلب بيعمل ايه؟ القلب هو بصراحة القلب متقدرش تقول بيعمل حاجة محددة، لأنه بيعمل حاجات كتير جدا. القلب تقدر تعمل منه من الفايل كل ملفات البروجكت، جي اس، سي اس اس، اتش تي ام ال. تقدر تعمل
ككومبليشن للملفات من جيد HTML من ساس وليس وستايلز دوت لل CSS من TS وكافي سكريبت الجافا سكريبت اهو نزل دلوقتي. فهو ليه كذا حاجة، بس لك ملف اسمه نود موديولز نزل. مبدئيا كده الامر بتاع بداية الجلب، واحنا في الملف مش عشان بنكتب جلب عشان نخليه يبدأ يشتغل. هندوس جلب هنا ونشوف اللي هيحصل. وبعت ايرور، انا عاملها عندي عايز ابعت الايرور ده، انا عارف الموضوع دوت. بيقول لك نو جلب فايل فاوند، دي معناها ايه؟ الجلب عشان يشتغل زي ما قلنا هو تاسك رانر، هو مدير مشغل مهام، ما بتحط له مهمة معينة عشان يعملها لك، عشان ينفذها لك. فالمهام دي بتتحط فين؟ المهام دي بتتحط في ملف كده بيكون في بره في البروجكت صيغته JS اهو. نعمل مثلا واسم جلب فايل. طبعا دي مينفعش يتسمى اسم تاني، ده هو اسمه متعرف في الجلب في الكور بتاعت الجلب نفسه. يعني لما نخش وندور في ملفات الجلب نفسها هنلاقي ان هو متعرف له ان هو يخش على جلب فايل، يعمل انتلايزيشن من عند الجلب فايل. طبعا احنا كتبنا دلوقتي جلب، هيلاقي ملف الجلب فايل عادي وهيبتدي يشتغل بقى اهو using، او بيقول لك using جلب فايل بس توست ديفولت. برضو الامر ده انا قاصد ان انا اخليه يبعته. ايه الامر ده؟ هنعمل دلوقتي ثانيه واحده نفتح بس. طبعا احنا هنحتاج دلوقتي بقى تكست اديتور، انا بستعمل كذا واحد، انا لسه مستقرتش الصراحه على واحد. في سبلايم، في VS كود، في براكتس، في كومودو، في كذا واحد. اللي راح تشتغل عليه ما بتفرقش كتير يعني، لان معظمهم بيبقوا شبه بعض لما تيجي تنزل من الحاجات بتاعتك. انا دلوقتي جايين هنا اهوت كده في البرامج، دخلنا على ويندوز بروجكت فتحنا. بالنسبه للجلب فايل فانت لازم اول حاجه هتعملها تكتب له فار اللي هو فاريبل، زي ما قلنا انه شغال على جافا سكريبت، لازم يكون عندك علم بالجافا سكريبت كويس. تكتب فار جلب او ده فار سميه اي حاجه، المهم تقول له يساوي دي بقى الاساسيه، تكتب له ريتور وعامل الحاجتين دول وتقوم كاتب جلب او تقوم قافلها. ده كده الفاريبل عشان يعرف يبتدي يشتغل على الجلب، وهنحفظه لغايه دلوقتي. برضه لو كتبت له كلمه جلب هنا اهوت هيقول لك ان برضه مش هيشتغل برضه. الجلب بيشتغل توس. طبعا احنا هنعرف برضه اهو، طبعا احنا هنعرف دلوقتي بنية التوسكات. بنية التوس اذا بكتب كلمه جلب اللي احنا عرفناها فوق، الفاريبل اللي احنا عرفناها كده بكتب توس. بعد كده بقوم عامل كده اهوت واقوم مديله ساينر كوتس. بعد كده بكتب هنا كلمه ديفولت. هنا ما بكتبش كلمه، مش اجباري على ان اكتب كلمه ديفولت، هنا بكتب اسم التاسك بس هو عشان هو معرف ان هو ما يقراش غير الديفولت تاسك. لازم يكون التاسك الاول اسمه، لازم يكون في تاسك اسمه ديفولت. بس كده؟ لا مش بس كده، يعني احنا هنكتبه احنا كده كتبنا التاسك، قلنا له ان ده التاسك الاساسي، شغل التاسك الاساسي. لكن لو شغل التاسك الاساسي مش هيلاقي حاجه، فاضي عادي اهو. بس خلاص هو بيلغي ستارت لان هو بيشوف التاسك ده ابتدى التاسك ديفولت وانهى التاسك ديفولت. طب ما احنا كده مش هينفع كده، مش حاجه احنا عايزين نعمل. فان هو اول عاملين كده اهوت نظام الانيميت بتاع الجكويري. لو حد يعرفه تكتب وتقوم عامل له كوما، بعد كده تكتب كود باك فانكشن هنا اهو. ما نكتبش حاجه هنا في البارامتر لو مش عايزين نفتح نبتدي نكتب له الكلام اللي هو اللي مثلا نكتب الاول كونسول نطلب عشان بس نشتغل اهو. هنلو جلب فايل جي اس وهنعمل له سيف وهنيجي نقول له رن. هنا في التاسك احنا بنقول له اطبع لنا في الكونسول، بس في انهي كونسول بقى؟ الكونسول احنا شغالين على دوت بتاع البرومبت نفسه اهو. طبعا احنا هنعرف ازاي نقدر نستخدم الكونسول ده في حاجات ذكيه. وانا شفت الشرح اللي كنت اسمعه الانجليزي بصراحه عجبني جدا. حركه عملها ان هو كان بيضطر ينزل بلجن، لان هو الجلب كاساسي ما بيعملش غير حاجات قليله جدا، فبتنزل له بلجنز عشان يبتدي يعمل حاجات اكتر.
في بلجن فيهم كانت بتهندل الايرورز، فهو قدر يستعمل الكونسبت ده في ان هو يهندل الايرور واستغنى عنها تماما، وده بصراحه كان افضل. كده احنا اتعلمنا ازاي نعمل اول نبتدي الملف بتاعنا ازاي نشغله. طبعا احنا دخلنا هنا اهو هنلاقي زي ما قلنا السي ال اي دي مفيش ضرر من ان احنا ما ننزلهاش، مفيش ضرر من ان احنا نعمل خطوتين، ان احنا ما نعملش خطوتين دول اصلا، ممكن نبتدي من خطوه تلاته مش هيحصل مشاكل. ده اهو اللي احنا عملناه اهو، بيقول لك طبعا عشان نبقى لسه عارفين ان البلب التسك الديفولت الاساسي. قدام شويه هنعرف ازاي نعمل كذا تاسك وازاي نخليه يشتغل التاسكات ديت، ونخلي التاسك الاساسي ده مجرد اسم موجود، لان هو الجاد ما بيستغناش عنه. لو عايز تخليه يستغنى عنه خش عدل في ملف الجاد نفسه، بس انا نفسي مفكرتش ان اعملها. يعني هنخش من هنا اهوت، يعني انا بصراحه معرفش ممكن تعدل ازاي. في ملف هنا باسم الجلد في النود بقى، في النود موديول هتلاقيه اهو جلد index.js اهو. خش بقى ولف ملفات الجلد دي تعرف اهو، بيقولك ان هو التاسك هو التاسك العادي، التاسك الاساسي عنده ديفولت. مش عاجبك اسم الديفولت ده تقدر تغيره من هنا، بس انا منصحش طبعا، يعني منصحش بحكاية زي كده، لان انت تعرف اهو. مثلا انا هسميه سالم طارق او اسميه ستارت، يعني بصراحة شايف كلمة ديفولت دي مش صح يعني وجهة نظري. هنقفل ده كده، هنيجي هنا اهوت هنخليها ستارت. طبعا هو شوية ملفات جي اس، فهو اوبن سورس، فانت تقدر تعدل اللي انت عايزه اهو. دي يعمل معرفش اذا كان في المفروض خطوة تانية اعملها ولا لا، برضه معرفهاش، يبقى هي كانت المفروض حاجة تانية اعملها. طبعا الموضوع رخم نوعا ما، لان هو انت قدر الملفات والاكواد المكتوبة بصراحة انا شايفه مش قليل اهو. ملف الجلد اهو تقريبا لازم ننزل نعرفها تحت، انا متقلقش شكلهم عرفنا تحت حاجة زي كده. في النهاية يعني منصحش طبعا بلعب الملفات دي، خلينا على الديفولت بتاعه، خلينا على الديفولت بتاع خلينا على الديفولت بتاعه. طبعا كل اللي عملته ورا ده محدش يركز معايا، ده كله كان مجرد تجربة. هنرجع بقى لملفنا الأساسي، أول موضوعنا الأساسي دلوقتي. طبعا النود موديول ده سيبك منه خالص، متركزش معايا، انت كل اللي هتعمله هتريكو الملفات منه، وبعدين كده احنا ابتدينا التاسك الديفولت بتاعنا اهو وشغلناه. طبعا دلوقتي الديكون سيبوك، لكن قدام شوية هنقدر نخليه يعمل حاجات أحسن، حاجات أكتر. وكده الكون الشرح بتاعها اهو ابتدى يعمل حاجات شرحنا أول حاجة. طبعا أول كونسول لوج جديدة أو كونسول مسج لينا. طبعا الموضوع مش هيبقى منحصر ان انت تطبع كونسول مسج وخلصانه، لا ده احنا هنخليه بعد كده يبقى ماسك المشروع الكل، بحيث ان هو بمجرد ما تعمل سيف هيشقلب لك ملفات المشروع، يعمل لك فيها السحر زي ما بيقولوا، البوست راح يطلع لك مشروع جاهز انه يترفع على السيرفر. وهنشرح ان شاء الله المره الجايه بقى ازاي تنزل البلجنز بتاعته، لان الجلد شغال على البلجنز. طبعا احنا عرفنا مرة شويه كده اهو. نرجع على الويب سايت الاساسي، هتلاقي فيه اساسا صفحه عاملينها البلجنز اهي، تخش فيها تلاقي اسماء البلجنز اللي تقدر تستعملها تقريبا تحت الديسكريبشن بتاعها. make sure content are available او معرفش buffer اهو، manipulate HTML and XML files اهو. طبعا هو بيعملوا حاجات عجيبة، في منهم بيعمل حاجات ضخمة جدا. see اهو adjust your inside CSS اهو contact، يعني هو بيعمل حاجات عجيبة بإضافة الحاجات ديت. هنتعلم ازاي ده كوفي لينت اهو عشان الكوفي سكريبت. طبعا الكوفي سكريبت دوت فريم ورك من الجافا سكريبت. طبعا احنا هنعمل المره الجايه ازاي تنزل بلجنز او البنيه الاساسيه لتنزيل بلجنز على الجلد، عشان بعد كده لو حبيت تنزل اي بلجن تبقى سهله وتعرف تنزلها اهو. موجوده طبعا في حاجات كتير جدا جدا. جاد باي create icon fonts from several svg file icons اهو. لو عايز تعمل حاجه زي ايكون زي فونت زي فونت اوسم او كجليف ايكون او زي جليف ايكون بتاعه البوت ستراب، تقدر تعملها بالجلد كمان.
بتنزيل بتنزيل بلجن بسيط اهي. طبعا بلجنز كلها متاخدش وقت اهو. ده زي ما قلنا اهو، لو عايز تعمل كومبايل للجيد فايلز عندك، تشغل على جيد وعايز تحولها ل HTML وانت بتعمل اول ما تعمل سيف المشروع هيعمل لك جي اس لينت اهي. لو عايز تعمل لينت للجافا سكريبت عندك، ده جيسون لينت اهو. ده لايف سيرفر. طبعا احنا هنشتغل على اللايف سيرفر دوت وهنعرف ازاي. مارك داون اهو. في كذا حاجة ومميزاته ما تنحصرش، مش قليلة لأن هو ضخم جدا بصراحة. احنا المهم اتعلمنا دلوقتي ازاي نشغل عندنا الجلب كده. الجلب ابتدى يشتغل في المشروع عندنا بس مش مدينا امكانياته. يعني ان شاء الله المرة الجاية هنخليه يعمل مينيفاي للملفات دي، ونبتدي نظبط المشروع من الأول. هنبتدي بأول حاجة نخليه يعمل مينيفاي على ال CSS فايلز، ويخليه يعمل لنا كومبريس للإيمجز اللي عندنا الصور، ويعمل لنا مينيفاي للملفات JS، وهنخليه ينسق لنا الملفات، وكمان نقدر هنخليه يعمل كذا حاجة حلوين يعني، بحيث ان احنا نخليه ماسك مشروعنا، بحيث ان انت اول ما تعمل سيف هتبص شقلب وحور المشروع وخلاه جاهز ان هو يترفع على السيرفر. كده يكون شرح التمرين بتاعنا. اشوفكم يا رب، اشوفكم المرة الجاية. يا رب يكون شرح حاجاتكم. السلام عليكم ورحمة الله.